اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني دلوقتي. النهارده بقى هاخدكم معايا هنعمل الاوردر ده خفيف جدا، تورتايه مقاس 28 زي ما انتم شايفين، ومعاها دستة الجاتوه حلوه قوي، والمقاس ده جميل جدا. اللي عارفين التورتايه الجاتوه اللي انا نزلتها لكم قبل كده، يلا معايا على الطريقه، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. احنا هنا هنعمل مقدار الاربع بيضات. الاربع بيضات يا زوزو ويكونوا ساقعين من التلاجة. المهم تعالوا بس امشوا معايا واحده واحده، واقول لكم كل المقادير واحط لكم كمان في صندوق الوصف. هنا معايا ايه؟ هنا معايا كوبايه وربع دقيق، معاها ربع كوبايه نشا. رحت فين يا زوزو؟ بجيب المعلقه. ومعايا معلقه كيك شيف، وافضل نوع يا جماعه كيك شيف، حلو جدا، احسن كمان من البيكنج باودر. خلاص. رشه ملح، ودي بتظبط معانا قوي قوي قوي، يا دوبك حاجه كده بين الصوابع. خلاص دخلتهم زي ما انتم شايفين كده. هحط كمان ايه، انا بس بديهم كده ايه تقليبه. جبت بقى البوله بتاعت العجان بتاعي، واحط اربع بيضات خارجين من التلاجة. الاسبونش دوت اللي هو اسبونش الميه المتلجه والبيض المتلج. اربع بيضات خارجين من التلاجة ساقعين، ساقعين حرفيا. انا عايزه اقول لكم بتدي نتيجه رهيبه. معلقه خل، وباكت فانيليا. لو عايزه تحطي فانيليا سايله حطي، بس انا بصراحه كزوزو بستريح للفانيليا البودر. وهنا معايا محسن بونو المتحده، خدت معلقه كبيره كده، معلقه من اللي هي معلقه الرز. خلاص. وهاخد كمان معايا، بص شايفين الميه، شايفين التلج اللي فيها؟ هاخد نص كوبايه ميه متلجه. انا اوريكم التلج اللي فيها عامل ازاي. خلاص كده. كوبايه وربع دقيق، ربع نشا، معلقه كيك شيف، رشه ملح، اللهم صل على النبي، اربع بيضات، معلقه محسن جل، خل، نص كوبايه ميه، ونص كوبايه سكر. خلاص كده تمام. حطيت كل المقادير فوق بعضها وضربتها بالعجان زي ما انتم شايفين. ولو عندك مضرب كهربائي شغال. اللي بيسالني بقى الاسبونج ينفع بمضرب يدوي كده والكلام ده؟ لا، ولا خلاط ولا الكلام ده، يا مضرب كهربائي يعجن. هنا بس كنت جايبه ربع نشا وكنت بفضيه في العلبه بتاعته. وزي ما انتم شايفين خليته كله كله على بعضه واتضرب. شايفين قوامه؟ استنوا هوريكم دلوقتي. البسبونش الميه من التلاجة ده حلو قوي على فكره، هو مش اختراع ولا حاجه. انا قلت الموضوع ده قبل كده. انا كنت متابعه كنت متابعه شيفات عرب بيعملوا الحلويات وكده. في الوقت اللي احنا كنا بنقول الحاجات بدرجه حراره المطبخ، انا كنت بلاقيهم هم طبعا بيصوروا الفيديو من اول ما بيبتدوا يحضروا المكونات، يطلعوا الميه من التلاجة والبيض من التلاجة. بس انا كنت خايفه ان انا اعملها، بس لما لقيت ناس كتير عملتها على اليوتيوب فقلت جربها. لا، بتفرق جامد، بتفرق جامد جامد. وانا بعت سالت كمان في الموضوع ده، بس استنى عشان ايه ما تتوهوش مني. هنحكي اللي قلت اللي سالته بعد كده. انا هنا خدت نص الخليط حطيته في صاج 30 في 40، وهنا خدت بقيه الخليط اللي في البوله حطيت عليه معلقه كاكاو، وحطيت رشه بيكنج صودا او كربوناتو. دي بقى بتديكي نفس نتيجه الكيك اللي احنا ممكن اللي هو الاسبونج الجاهز. خلاص. انا بقى بعت سالت ايه ده، انا نسيت والله، يا نهار ابيض. طب فكروني كده، كنا بنتكلم في ايه؟ ها، فكروني. بعت سألت ليه المكونات كلها تكون ساقعة. مع احنا دايما عارفين ان لما بنعمل كيك او سبونش او حاجة لازم تكون مكونات بدرجة حرارة المطبخ. اترد عليا ان فتره الضرب اللي بيتضرب فيها الاسبونج ايا كان بقى في العجان او بالمضرب الكهربائي ممكن تسخن الخليط. ولما الخليط يسخن المحسن مش هيديني المفعول بتاعه. اما نكون الحاجه ساقعه هتديني بقى نتيجه احسن. خلاص. او مهما طولنا في نتيجه الضرب مش هتاثر على الخليط بتاعي. تمام. انا بقى ايه سويت كده، سويت كل الاسبونج زي ما انتوا شفتوا كده في الصاج، وعملته بخله سن عشان اطلع كل الهواء اللي فيه، ودخلته فرن سخن. هيقعد بالظبط 10 دقايق او 11 دقيقه. شايفين انا بقى في الكيس البيكنج باودر ازاي؟ غلق الاكياس ده حلو قوي. ما عندكيش غلق الاكياس بكيس بدبوس ابره يعني اشتغلي، مش هيقول لك حاجه. هعمل نفس المقدار في صينيه مقاس 28، وممكن تعمليه في صينيه مقاس 30. خلاص. نفس المقادير، كوبايه وربع دقيق، ربع كوبايه نشا، نص كوبايه سكر، اربع بيضات، باكت فانيليا، نص كوبايه الميه، معلقه كيك شيف، والاربع بيضات، وادي معلقه المحسن اهو.
معلقه اللي هي معلقه الرز اللي احنا بناكل بيها رز دي مليان، وكل المقادير الجافه اروح منزلاه، وبرده هضرب كله مع بعضه، مفيش حاجه قبل حاجه. زي ما انتم شايفين اهو، جبت صينيه مقاس 28. طبعا بعد ما بتتجلس وكده وبتتحشي والكلام دوت بتدينا نتيجه احسن، هي بتبقى ايه 30 تقريبا كده. جبت ورق الحواوشي، ورق الحواوشي ده جميل جدا على فكره، او اسمه ورق اسبونش دلوقتي، يعني من كتر ما الناس بقت تستعمله في الاسبونشات بقى اسمه ورق اسبونش. بصوا هنا الصاج، شايفين الاسبونش بتاعي طبعا وهو لسه خارج سخن، حطيت عليه ورقه حواوشي او ورق زبده او ورق اسبونج، ورحت مغطيه، ركنته بقى كده على جنب. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الاسبونج بتاعي ده. نفس المقدار بالظبط، كل المقادير هتحط لكم في صندوق الوصف. انا بس بديله تقليبه كده عشان لو في دقيق تحت ولا حاجه يتدوب معايا. هحط برده نص الخليط، لان هي التورتيه نص ونص. هاخد يعني هو بص، هو بالنظر كده بعينيكي كده ان ده نص الخليط. هبتدي اسويه، وبقيه الخليط برده احط عليه معلقه اللهم صل على النبي، معلقه كاكاو خام اسباني، ده افضل نوع على فكره. خلاص، واحط برده رشه البيكنج صودا، وهنزل بقيه الخليط في نص الصينيه التاني. انا والله ما كنتش عايزه اطول الفيديو عليكم اكتر من كده، انتوا شايفين انا بجري ازاي، عشان كده ايه مش حابه الفيديو يطول عليكم. بس على فكره والله بتبقى فيه تفاصيل كتير الواحد بيبقى عايز يطلعها لكم ويبينها لكم في الفيديو. خلاص كده سويت الخليط بتاعي، وبرده بخله سنين كده بطلع كده بفرغ الهواء اللي فيها. بمسح بس الحاجات اللي هي ايه بتبقى حوالين الصينيه. برضو دخلتها بقى على فرن سخن، دي بتقعد نص ساعه و5 دقايق بالظبط. خلاص الكلام ده بقى كان كل الكلام دوت بالليل. هنا بقى تاني يوم الصبح، لا هقول لكم حاجه، كل الكلام اللي حصل دوت كان الصبح، انا تذكرت دلوقتي. كان الصبح هنا بقى على بال يعني قول مثلا عدى بتاع ساعتين كده، الاسبونج هدي معايا. هضرب كوبايتين كريمه. حطيت 3 كوبايات ميه متلجه، وحطيت اللهم صل على النبي 6 معالق او تقريبا كده 5 معالق سكر. كوبايتين كريم شانتيه خام المتحده، ده افضل نوع، ايا كان بقى ريتش او هايبر او المضرب، كلهم حلوين على فكره، بس هو افضلهم ريتش. حطيت معلقتين كريم باستر ومعلقتين لبن بودره، وسبتهم كده ايه يتضربوا زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى كده ايه افضي الصاج بتاعي. شايفين بقى طالع بالظبط ازاي، بالظبط. دي بقى فايده اللي هي ورقه الاسبونج اللي احنا بنحطها من فوق، ان هي بتشيل اي حاجه ملزقه. بصوا انا يعني الحمد لله بفضل الله يعني بالظبط مقسوم. الاسبونج الميه من التلاجة ده يا جماعه حلو قوي، شايفين ارتفاعه طبعا واضح جدا، من الجنب بتاع الفانيليا باين اكتر اهو. بصوا ارتفاعه جميل جدا، حلو قوي. خلاص كده انا قسمتها كده، هنعمل من صاج واحد صينيه، هنعمل دست الجاتوه نص فانيليا ونص شوكولاته. وادي كمان التورتايه، بصوا برضو مقسومه ازاي، الحمد لله بفضل الله، وعلوها حلوه قوي. هقسمها برضو بالظبط، يعني هقسمها الديسكين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، مقسومه بالظبط ازاي، حلوه قوي. خلاص تعالوا بقى نشوف بقى بعد ما ضربنا الكريمه. انا بقى ايه اقسم، بصوا الكريم شانتيه هو ده اللي ايه، هو ده القوام المطلوب، قوام ناعم ومتماسك. هطلع بقى اللي انا هستعمله للفانيليا، وهحط على الباقي كاكاو. تحطي مثلا اللهم صل على النبي، تحطي جلاش شوكولاته، تحطي جيلو شوكولاته، اي طعم بقى عايز تديهوله. برضو هامله برضو الايه كيس الحلواني بتاعتي، ولو ما عندكيش كيس حلواني اشتغلي عادي بالاسباتيولا. طب ما مش عايز تشتغلي بالاسباتيولا، كيس نايلو اللي هو كيس التلاجة العادي برضو هتشتغلي بيه عادي. خلاص كده انا عايزه اقول لكم ان انا كريمه الشوكولاته حطيتها في اللهم صل على النبي، حطيتها في كيس اللي هو كيس النايلو. جبت بقى كده الاسبونج بتاعي اللي هو الجزء اللي هو شوكولاته، قسمته 2 زي ما انتم شايفين.
ابتدي بقى اشتغل. اديت التشريبه بتاعتي. التشريبه بتاعتك ايه يا زوزو؟ عسل نحل متخفف بميه، او السيرب اللي هو بتاع البسبوسه، اللي هو الخفيف. كوبايه ميه متلجه عليها كوبايه ميه متلجه. ايه صح يا زوزو، كوبايه ميه عليها كوبايه سكر. سيبها تغلي على النار، بعدها اديها رشه عصره نص ليمونه، واسيبها بقى كده ايه 5 دقايق كده. وبعد كده ايه اطفي عليها النار. خلاص حطيت طبقه الكريمه وطبقه سبونج، واديته التشريبه وطبقه كريمه تاني، وهبتدي اسويها واعملها بس اسمه ايه، انا بعمل زبده، بسيح زبده. هينزل لكم الفيديو ان شاء الله. اللي هو السكرابر المشرشر ده. خلاص، وهعمل نفس اللي عملته في سبونج الشوكولاته اعمله في سبونج الفانيليا. برضو هقسمه 2 زي ما انتم شايفين. القطعه دي هتطلع لي 6 قطع جاتو. كده سهل قوي. لو اتطلبت منك ده دستة جاتوه نص ونص، او كمان لو انت عندك مناسبه في البيت هتقدري ترضي كل الاطراف. طبقه سبونج، واحط رشه من السيرب بتاعي، واحط كمان طبقه كريمه، وبعد كده طبقه سبونج والسيره، وبعد كده احط طبقه كريمه تاني. انا عايزه اقول لكم دستة الجاتوه بتاخد كوبايه كريم شانتيه خام، وكمان التورتايه بتاخد برضو كوبايه كريمه. هي نفس مقدار دستة الجاتوه بالظبط، نفس المقدار. ابتدي بس اخد بالسكريبر المشرشر كده بس، وايه وكده خلاص اتحط ودخل على الفريزر. اشتغل كمان في التورتايه زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم كل ده بقى ايه زي ما قلت لكم قبل كده. انا قمت الصبح عملت السبونشات وايه، وجيت على بقى يعني ايه سبتهم كام ساعه كده، وبعد كده اشتغلت فيهم. اشتغلت فيهم ورحت مدخلاهم الفريزر بقى. خلاص. برضو هنا حطيت طبقه طبقه السبونج. ركزي يا زوزو. حطيت طبقه السبونج، وحطيت الكريمه الفانيليا عليها فانيليا، والشوكليت عليه شوكليت. لو حطينا بقى اللهم صل على النبي شوكولاته، جناش شوكولاته، هتبقى عامله زي موس الشوكولاته بالظبط. ممكن تحط جيلو. بص هنا اهو كيس نايلو اهو، شايفينه اللي كان فيه شوكولاته ده كيس نايلو. اللي انا حطيت فيه كريمه الشوكولاته كيس نايلو عادي خالص. يعني لو ما عندكيش اكياس حلواني مش شرط، هتشتغلي برضو. ما توقفوش نفسكم على حاجه. هبتدي برضو احط بقى بالسباتولا كده اللهم صل على النبي من العلبه، وهشتغل ماسكه السباتولا كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اسوي. على فكره هنا باينه ان هي واطيه سيكه عشان خاطر انا حطاها على طبق حلواني. احنا عارفين ان التورت اللي بنعملها دي بتبقى دي يعتبر عروض، اللي هو انتوا عارفين العرض اللي هو يا جماعه اللي هو ما فيهوش منه مكسب اصلا يعني، او المكسب بتاعه بيبقى حاجه لا تذكر. بنعمله عشان بس نشغل نفسنا، فاهمين؟ ونراضي برضو الناس اللي حوالينا. هبتدي اسوي بقى كده على قد ما اقدر. هي دي اكتر حاجه ممكن تاخد منك فيها وقت في التورته. للاسف بقى كان اللهم صل على النبي، كان الايه بنسى والله. كان التليفون مش بيسجل في الوقت دوت. انا حطيت جيلو شوكولاته، وحطيت جيلو مانجا. جزء الفانيليا عليه جيلو مانجا، وجزء الشوكولاته عليه جيلو شوكولاته زي ما انتم شايفين. واعمل ايه، جبت الكريمه طبعا بقى اللي كانت محطوطه في التلاجة، اديتها ضربه وحطيتها في كيس حلواني، وحطيت روزيتات كده بس. انا قبل ما اشتغل في التورتايه كنت بعتها للعميله كذا شكل يعني، وهي اختارت الشكل ده زي ما انتم شايفين بقى. بدعي بقى براحتك في التزيين، اشتغلي فيه براحتك اللي انت عايزه تحطيه. كل حاجه بتطلع حلوه على فكره، ودايما ما بيبقاش في دماغي اي حاجه معينه، يعني حاجه معينه. هي بعتت نفس الشكل بس طبعا ايه في تغيير. ليه بقى؟ بص هما ما كانش محطوط فلوتس، كان محطوط عيدان كده بورق الترانسفير، وما كانش محطوط كاندي توت، كان محطوط لها اللهم صل على النبي كريز. طبعا الكاندي توت اغلى بكتير من الكريز. خلاص كده حلوه. هكتب بقى عليها هابي بيرث داي. هو التليفون بيعمل معايا كده يا جماعه معلش. والخط على قد يعني، انا مش يعني ايه اللي هو مش كويسه قوي او مش ضريعه قوي في الكتابه على التورته. عملت كده زي ما انتم شايفين. بعمل قلوب بنوتيلا الفانيليا وجيلو الفراوله، ادت شكل حلو قوي. خلاص كده التورته بتاعتي خلصت. همسك بقى كمان الجاتوه زي ما انتم شايفين خارج كده لسه من الفريزر. ميه سخنه بقى جنبي،
او مش مثلا مشغله الحنفيه فيها ميه سخنه وبنزل ايه فيها الاسباتيول، عشان تديكي الحدود اللي هي ايه الحاده دي. وبعدين باخد يا دوبك زي ما انتم شايفين طبقه خفيفه جدا، بصوا طبقه لا تذكر. خلاص انا بطلع قطعه الجاتوه بتاعتي مقاس 4 في 9، حابه تطلعيها اكبر من كده تطلعيها اصغر من كده براحتك. بصوا زي ما انتم شايفين انا ماسكه مسطره اهو وبقيسها هي 4 في 9، والمقاس ده كويس جدا. وهوريكم علوها دلوقتي، هقرب لكم الكاميرا، هقرب لكم السبونج دلوقتي من الكاميرا وهتشوفوا علوها. استحاله تجيب العلو ده من بره، استحاله. وعملت في الشوكولاته نفس اللي عملته برضو في الفانيليا. اي شكل بقى تزويق براحتك، ترمي شويه سبرينكل كده عليه وخلاص، حاجه ملونه هيشتغل معاكي في كل حاجه يعني. انا هنا بقى بعمل ايه؟ بصوا ده ورق بليسيه، ورق بليسيه اللي هو الطري، عامل زي ورق الكب كيك بس اللي هو الطري. بصوا شايفين علوها؟ استحاله تجيب العلو ده من بره، استحاله. انا بحب احط بقى في العلبه قطعه وقطعه، وبعد ما بحط في العلبه ببتدي بقى ان انا اشكل بقى، احط روزتات تاني، احط كريسبي، احط ورق ترانسفير، اشتغل بقى براحتي زي ما انتم شايفين. بصوا بعد ما حطيته في العلبه بدات ان انا اعمل الفينش بتاعه، ومش في دماغي حاجه معينه، والحمد لله بفضل الله عجب الزبونه جدا، والله العظيم انبهرت بيه. حتى قالت لي انت تيجي تشتغلي عندنا في المنطقه اللي احنا فيها، لو اشتغلتي هتقفلي على المحلات. الحمد لله بفضل الله يعني. والله بفرح جدا لما الحاجه بتعجب الناس اللي بياكلوها، والحمد لله غير الشكل الطعم كان تحفه وحلو قوي. طبعا حاجه معموله في البيت، معموله بخامات مضمونه، اهم حاجه النظافه. خلاص كده خلصت دست الجاتوه بتاعتي، وخلصت كمان التورتيه بتاعتي، والاوردر كان جميل جدا وخفيف جدا على قلبي. بألف هنا وشوفها لاصحابي يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تعملوا دايما بالخير. شايفين جماله وحلاوته يا جاتوهاتك يا زوزو. اتمنى اكون افدتكم، اتمنى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، وبحبكم جدا جدا. يا رب دايما اشوفكم مبسوطين وبتضحكوا، واسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.